وفاة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ. فخبر أحزن الأوساط السعودية والإسلامية. أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم عن وفاة سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ، وذلك كان عمره يناهز 82 عام. وقد أفاد البيان الرسمي بأن الصلاة على جثمان الفقيد ستقام بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، مع إقامة صلاة الغائب بالمسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة وجميع مساجد المملكة. كما نعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الفقيد، مؤكدين أن العالم الإسلامي فقد أحد أبرز علمائه ورجاله المخلصين. وكانت ذكرت مصادر قريبة من الشيخ إلى أنه كان يعاني منذ فترة طويلة من مرض عضال استدعى مراجعته لعدة مستشفيات داخل المملكة، وقد تدهورت حالته الصحية في الشهور الأخيرة إلى أن وفاته المنية صباح اليوم. ولد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله في 30 نوفمبر سنة 1943 من مكة المكرمة، ونشأ يتيما وحفظ القرآن في سن مبكر، كما فقد بصره في العشرينات من عمره وتتلمذ على يد المفتي الأسبق الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ. وبدأ مسيرته في التعليم والخطابة في أواخر الستينات، وفي 1999 عين مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية خلفا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومنذ ذلك الحين قاد هيئة كبار العلماء وأشرف على إصدار آلاف الفتاوي، كما شارك في الدروس والمحاضرات والبرامج الدينية داخل السعودية وخارجها، تاركا إرثا علميا ودعويا كبيرا.